طبعًا أنا قمت بدراسة نهاية العام 2012 وبداية العام 2013. الدراسة بعنوان التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا، اعتمدت فيها على مصادر. الموضوع ليس عبارة عن رواية أو قصيدة كتبتها، لا أبدًا. دراسة اعتمدت فيها على مصادر. في الحلقة الأخيرة سوف أذكر مصادري هذه. حلقة اليوم هي مقدمة تاريخية ومنطقة الجزيرة. وأنا مشترقو بقول بلاد دراسات عربية وجبو زماني دنجي لبركب الناس بكن بشمر سلي على عبدي باشا شربا سرچاوي. التوزيع الإداري للمناطق الكردية في سوريا. مقدمة: يعتبر الكرد أحد شعوب غرب قارة آسيا، وقد اتخذ من الجبال الواقعة في بين قوسين تركيا وغرب إيران وشمال العراق وسوريا سكرنا القوس موطنا له منذ القدم، ومع وجود صيغ عديدة للفظ الكرد بما تدل على معاني مختلفة. ومنذ العصور القديمة كان هناك شعب يتميز بكل المميزات القومية. وتقع أرض الكرد في منطقة تتميز بطابعها الجبلي، واشتهرت مقاطعاتها في التاريخ القديم بأسماء عديدة مثل سوبير، سوبارتو، كوتيوم، زاموا، كوهستان بلاد الجبل. ولا تؤلف كردستان اليوم أرضاً ذات حدود سياسية معينة معترف بها، وإنما تشكل جزءاً من أراضي دول أيضاً بين قوسين تركيا، إيران، العراق، سوريا. أما أسلاف الكرد لولو، كوتيين، حوريين أي ميتانيون أيضاً هم نفسهم، الكاشيون، ميديون، مانيون، كاردوخيين. هناك في منطقة الجزيرة العليا سوريا تلال أثرية مثل تلموزان أوركش وتل ليلان وشاغر بازار وشكاني أو آشوكاني. طيب، أما أوركش فقد كانت مركز المملكة الحورية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، كما كانت مدينة دينية مهمة ومركزا لعبادة الإله كوماربي الإله الأساسي في الأساطير الحورية. وامتد نطاقها من مثلث الخابور حتى نهر ديالا، وشملت شمال بلاد آشور والمناطق الجبلية جنوب بحيرة وان. واستطاع سوشتتر توحيد مملكة ميتاني، ومناطق نفوذه امتدت من جبال زاغروس وحتى البحر المتوسط. وكانت عاصمة سوشتتر هي مدينة واشوكاني أو آشوكاني. هناك خلاف فيما يتعلق. أعتقد بأن اللفظ الصحيح هو وشكاني أي النبع العذب وليس الطاحونة والماء. رأس العين الحالية تم تعريبها طبعا في محافظة حسكة، والمحتلة حاليا من قبل تركيا ومرتزقتها من الجيش الوطني السوري. أما أهم الحكومات الكردية في العهد الإسلامي فهي الروادية، سالارية، حسنوية، شدادية، دوستكية، يقولون عنها مروانية أيضا، لارية، أردلانية، والأيوبية. أما الدولة الدوستكية الكردية تأسست عام 982 للميلاد، ومؤسسها بادين دوستك، وشمل حكم الدولة الدوستكية الكردية. أتمنى أن تلاحظوا حدود الدولة الدوستكية كي يخرس الشوفونيون من العرب ومستعربو سوريا بقايا الرومان كي يخرسوا في هذا الموضوع، وهم يقولون بأن الكرد جاءوا منذ 70 سنة أو 100 سنة إلى سوريا، علما أن جدي أقدم من سوريا، جدي أقدم من الدولة السورية. لاحظوا الدولة الدوستكية التي تأسست عام 982 مؤسسها بادين بن دوستك، شمل حكم الدولة الدوستكية الكردية كافة الأراضي
الواقعة في ولاية آمد بين قوسين ديار بكر، ماردين، سيرت، بتليس، وقسما من ولاية موش، وقضاء أرديش، وأجزاء من الزاك، رها، وقسم من منطقة الجزيرة في غرب كردستان أو في سوريا، شملت منطقة سريكانية حتى نهر دجلة، والتي تقع فيها الآن مدن درباسية، عامودة، قامشلي، ديريك، تربسبية، شلاغة. ودامت الدولة الدوستكية حوالي 100 عام، أكثر من 100 عام، 110 عاما. تم تقسيم كردستان للمرة الأولى بين الصفويين والعباسيين بعد معركة شالدريان عام 1514، كما تم تقسيمها للمرة الثانية في اتفاقية سايكس بيكو عام 1916. الآن نأتي إلى منطقة الجزيرة. منطقة الجزيرة حسكة تعتبر منطقة الجزيرة من المناطق الهامة في سوريا، وتقع في الشمال الشرقي من سوريا. طبعا بالنسبة للكرد أيضا لا أحد يزاود علي ويقول لماذا لا تقول غربي كردستان في هذا الموضوع. هي دراسة. الدراسة 1514. نعم أنا قلت 1514 معركة شالدريان. الدراسة يجب أن أذكر فيها الشيء الموجود حاليا، الشيء الرسمي حاليا، لأنه يتم نشرها بشكل كبير. هذا الأمر يجب أن نذكر المناطق كما هي موجودة الآن. حسكة من المناطق الهامة. منطقة الجزيرة في سوريا تقع في الشمال الشرقي من سوريا، تحدها من الشمال تركيا، من الشرق العراق، ومن الجنوب محافظة دير الزور، ومن الغرب محافظة الرقة. المساحة تبلغ مساحة منطقة الجزيرة 23,333 كيلو متر مربع. التسمية سميت بهذا الاسم نظرا لوقوعها بين نهري دجلة والفرات. أهميتها تأتي أهمية منطقة الجزيرة من أهميتها التاريخية والطبيعية والبشرية والاقتصادية، إذ نشأت في أرضها حضارات دلت عليها الآثار المكتشفة حديثا. يشهد على هذا مئات التلال المنتشرة في سهول المنطقة، وهذه التلال هي بقايا مواقع لتجمعات بشرية قديمة. ومدينة حسكة هي مركز محافظة الجزيرة السورية. يمرها نهر الخابور، وتتكون الحسكة إداريا من 4 مناطق هي حسكة، وتتبعها نواحي مرقدة، بئر الحلو، والعريشة، والشدادة، وتلتمر. منطقة سريكانية بين قوسين رأس العين، وتتبعها ناحية درباسية وزرقان أي أبو راسين. منطقة قامشلي تتبعها نواحي عامودة، تلحميس، وتربسبية أي تم تعريبها إلى قحطانية. منطقة ديريك المعربة إلى مالكية، وتتبعها نواحي تشل آغا المعربة إلى الجوادية، وتلكوتشر المعربة إلى اليعروبية. السكان بلغ عدد سكان محافظة حسكة حسب إحصاء عام 1997 مليون و198 ألف نسمة. نسبة الكرد في محافظة الحسكة هي 64%. 64%. هذه النسبة وهذا الدراسة طبعا قمت بها في نهاية العام 2012 وبداية العام 2013، كي لا يقول لي أحد الآن الديموغرافية تغيرت، التوزيع البشري تغير، في الحروب تحدث كل هذه الأمور السيئة. أما نسبة الكرد فهي 64. قام النظام السوري وشبيهه ما تسمى المعارضة السورية، كلاهما أقذر من بعضهما البعض فيما يتعلق بالقضية الكردية والكرد وبأرض كردستان. قلبوا هذه النسبة، بمعنى عندما يكون نسبة الكرد 64%، من أين أتيت بهذه النسبة؟ طبعا لي مصادري سوف أذكرها. قام نظام بشار الأسد. أيضا بشار الأسد هو مستعرب، كردي مستعرب. والمعارضة العروق إسلامية قالوا لا، بأن الكرد يشكلون 36%، علما أن نسبة 36% هي نسبة
العرب في الحسكة، عرب، تشتشان، مسيحية، كل هؤلاء نسبتهم فقط 36% حتى نهاية العام 2012. تسمية حسكة، هناك أكثر من رأي لهذه التسمية، فمنهم من قال أن المكان كان مليئا بالشوك اسمه حسك، ومن قال إنه كان يوجد قارب على الخابور كانوا يسمونه حسكة، كانت الناس تعبر عليه من شمال النهر إلى جنوبه حيث الطريق إلى دير الزور. وهناك رأي ثالث يقول أن الخابور الذي يعبرها غرب الثكنة الحالية تقع على أنقاض المدينة التاريخية، ما يشبه الحسكة التي نراها في القمح والشعير، وتشكل ما يشبه صنارة شص الصيد. وكلمة الحسكة على الأرجح يقولون بأنها مشتقة من الحسك وهو الشوك. أما الرأي الغالب فيقول أن أصل تسمية حسكة يأتي من أن السكان هسكة الأصليون هم أحفاد الكرد الهوريين والسوبارتيين، وهم بناتها الأوائل. إنهم الكرد الإيزيديين الشمسانيين الذين تذكرهم المصادر التاريخية ببير تايون، أي رجال الدين الشمسانيين، وهم الذين ذكرهم عالم الآثار وأستاذ التاريخ في جامعة لندن العالم ديفيد أوتس، وقال عنهم أنهم كانوا يهرولون إلى معبد الشمس في الصباح الباكر مرتدين ملابسهم البيضاء، وقد بنيت الكنيسة الكلدانية على أنقاض المعبد الشمساني الإيزيدي. أكرر وقد بنيت الكنيسة الكلدانية على أنقاض المعبد الشمساني الإيزيدي بعد الاستعمار الفرنسي الذي بنى معسكره في مدينة حسكة الكردستانية. استقبلوا الناجين من المذابح التركية الطورانية في القرن الماضي، ولم يكن وقتها هناك تواجد للعرب في المدينة سوى بعض البدو الرحل من رعاة الغنم الذين كانوا يخيمون في أطراف المدينة. وهذا ما يؤكده عزة سليم بيك بأنه لم يكن هنالك عرب في الجزيرة سوى بعض البدو. هو يقول بعض الأعراب بين قوسين شوايا، يعني جنوب نهر الخابور. يذكر عالم الآثار الفرنسي جان ماري دوران بأن مملكة كردا التي كانت عاصمتها شنغال وكانت تضم كامل الجزيرة الكردية مزرابوطان. يذكر عالم الآثار الفرنسي جان ماري دوران بأن مملكة كردا التي كانت عاصمتها شنغال وكانت تضم كامل الجزيرة الكردية مزرابوطان، وتضم حتى مدينة دير الزور، حتى حدود مدينة يمخاد حلب. والأهم من كل هذا هو أن الكرد البير تايون الذين تحدث عنهم العالم ديفيد أوتس هم بالتحديد العشيرة الإيزيدية الهسكانية، وتم تسمية مدينتهم على اسم عشيرتهم هسكة. وكانت هذه العشيرة العريقة منتشرة في كامل الجزيرة الكردية من شنغال إلى حسكة، ومن ضمنها ما تسمى شدادة. بناء الحسكة، متى تم بناء الحسكة كمدينة؟ في عام 1908 جاء المكان تجار من قلعة مرة التي تقع بين مدينتي ماردين ودير الزعفران في تركيا بين قوسين، حيث بنوا أكثر من 10 دكاكين بجانب التل من جهة الغرب. ومن ذلك الوقت بدأت ترتسم معالم المدينة وتزايد أعداد الفارين إليها إثر مذابح سفربرلك عام 1915 والتي شملت المسيحيين في آمد دياربكر وماردين وطور عابدين وتياري وهكاري ورها وحران ونصيبين. طبعا كانت هناك قرى وتجمعات، ولكن القصد هنا هو بناء المدينة. الآن سوف آتي إلى
توطين العرب البدو في الحسكة من قبل العثمانيين وإجراءات النظام السوري في محافظة حسكة. طبعا أنت أيها الكردي بالنسبة لك طبعا يجب أن تعرف هذه المعلومات كي تستطيع أن تدافع. يعني في الدرباسية في العام 2012 رأيت شابا عربيا من حسكة قال لي: صحيح أنتم يعني نسبتكم 36%. أنا قلت له: أخوي نحن النسبة المطلقة، تفضل شوف الدرباسية ما فيها، يعني الكرد فيها 98%، يعني من وين أجيب لك عرب مثلا؟ يقول: بس يا أخي يقولون هيك. خيول يقولون هيك إن أصلا محتلين هالأرض، إجباري يقولون هيك ترى، وترى لازم نحن ندافع، ترى أنتم كمان لازم تعرفوا، يعني واحد ترى يناقشكم أنتم كمان لازم تدافعوا. هربجي. المهم توطين العرب البدو في حسكة من قبل العثمانيين وإجراءات النظام السوري في محافظة حسكة في العام 1907-1908 وأثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني الذي لم يبقى له سلطة فعلية وكان تحت الإقامة القسرية، وإنما السلطة الفعلية كانت بيد الاتحاديين. وكنتيجة لضعف الإمارة الملية الكردية قام الاتحاديون الأتراك بتغيير الطبيعة الديمغرافية أي البشرية في أراضي الملان وفرض اللغة التركية على الدوائر الرسمية وأماكن التجارة الحكومية، وقاموا بتوطين العرب البدو في أراضي الكرد بحجة عمليات إصلاحية وعمرانية. وبني حينها أي الأتراك بنوا حينها 700 قرية من دير الزور إلى أراضي الكرد، 700 قرية من دير الزور إلى أراضي الكرد. وتم بناء سكنة عسكرية في موقع مدينة الحسكة الحالية عام 1907، حيث وزعت الدولة العثمانية أراضي الإمارة الملية على البدو العرب من عشيرة الجبور القادمين من دير الزور وأصلهم من شرق الجزيرة العربية، وعشيرة البقارة القادمين من شمالها دير الزور يعني، وعشيرة طي كذلك وأصلهم من العراق. طبعا الاستيطان قديم ليس من 100 عام، قبل 100 عام أيضا، بهدف تحويلهم إلى حضر وتوطينهم في البلاد الكردية. وقاموا بتشجيع البدو الرحل على الاستقرار في الأرض وإعمارها بآلاف البيوت الطينية الحجرية وتقديم إعفاءات ضريبية سخية لهم. وقد بنيت التجمعات الحضرية الكبيرة نسبيا في المواقع التاريخية الأثرية، وهي نفسها مدينة حسكة حاليا. وفي العام 1908 كما ذكرنا سابقا جاء مجموعة من التجار وهم من السريان من قلعة مراوية وبنوا بيوتا ودكاكين فيها. وفي العام 1933 تم استقبال المهاجرين الآشوريين الذين كانوا في العراق منذ العام 1926 وقدموا إليها من جنوب الأناضول الذي غادروه مع بداية تكوين الجمهورية التركية، وبقوا من عام 1926 في العراق حتى هجرتهم أو تم تهجيرهم إلى غرب كردستان أو كردستان سوريا ودولة دمشق السورية عام 1933. إذن بالنسبة للآشوريين في تلتمر وحسكة وغيرها تاريخهم فقط من العام 1933. كما تسارع انتقال العشائر العربية إلى نصيبين التي انفصلت عن دولة حلب حينها بعد معاهدة لوزان عام 1923، وأصبحت نصيبين مقسمة إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي تم بناؤه من قبل الفرنسيين وسميت قامشلي، حيث توافد إلى قامشلي الكثير من العوائل السريانية من نصيبين وماردين وسكنوا مع الكرد الحضر في المنطقة. وتسارعت وتيرة سير عشيرة طي في عملية التحضر كما هو الحال مع إخوتهم من عشائر الجبور والبقارة
في الحسكة، ولا ننسى بأن الكثير من الكرد أيضا توافدوا إلى محافظة حسكة إثر مذابح سفربرلك. وبالرغم من ذلك لا زالت تخرج لنا العملة المصكوكة للدولة الدوستكية والميدية والميتانية بين قوسين الهورية، وتاريخ الإمارات الكردية الإسلامية، وبخاصة الإمارة الملية، والتي تم الحرق الكثير من وثائقها التي هي عبارة عن معاهدات واتفاقيات وملكيات للأراضي الموقع عليها من قبل سلاطين الدولة العثمانية والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي تم نفيه من قبل الاتحاديين. لكن لا تزال معاهدة العشائر العربية وتواقيعهم موجودة في الأرشيف الفرنسي، الذي تعهدوا فيه بعدم الاعتداء على حدود الإمارة الملية الممتدة غربا حتى نهر البليخ في الرقة. كما استغلت بعض قبائل البدو في منتصف الأربعينيات دخول الجراد إلى الأراضي الزراعية الكردية، وهاجمت عشيرة البقارة منطقة الدرباسية أو البقارة منطقة الدرباسية من الجنوب والغرب، أي قطاع عشيرة كيكان، وجرت معارك بين الطرفين انتهت بهزيمة المهاجمين. طبعا في نفس العام أيضا هاجم الجبور قطاع منطقة ميرسينيا وتمت هزيمة المهاجمين أيضا. وفي العام 1965 للميلاد تم تقرير مشروع الحزام العربي 1965 من قبل الحكومة السورية تنفيذا لتوصيات محمد طلب هلال، وتم بموجبه جلب العرب المغمورة أراضيهم بمياه سد الفرات وتوطينهم في منطقة الجزيرة عام 1973 ابتداء من الحدود العراقية شرقا وحتى سريكانية بين قوسين رأس العين غربا، وامتد الحزام بطول 300 كيلومتر وعرض من 10 إلى 15 كيلومتر، حيث تم سلب أراضي الكرد وعلى طول امتداد المساحة المذكورة وتوزيعها على العرب الغمر وتوطينهم، حيث بلغت قرى الغمر 40 قرية. كما قامت الحكومة السورية بتغيير أسامي المدن والقرى الكردية إلى أسامي عربية. عدد السكان يبلغ عدد سكان مركز مدينة حسكة وريفها 309,265 نسمة. ومن ضمن هذا العدد سكان مركز مدينة الحسكة الذي يبلغ 228,540. يشكل الكرد في حسب هذه النسبة ليست أكيدة بالتأكيد، هي نسبة تقديرية في مركز مدينة الحسكة. يشكل الكرد في مركز مدينة الحسكة حوالي 40%، العرب حوالي 40%، البقية من المسيحيين. المساحة تبلغ مساحة مدينة حسكة وريفها 1270 كيلومتر مربع. عدد القرى تبلغ عدد القرى التابعة لمدينة حسكة 243 قرية ومزرعة. هذا بالنسبة إلى المقدمة ومنطقة الجزيرة وتوطين العرب البدو في الحسكة من قبل العثمانيين ومن قبل إجراءات النظام السوري والحكومات السورية